يا هلا، وش هالزين وش هالزين ما شاء الله. والله يا اخي بس انا اول شيء انتم جزاك الله خير، الله يطول عمركم وانتم، وتقول طال زمان عندنا يسوي مقابله، وهذا عندي واجد يا اخي. انتم جزاك الله خير وما تشوف شركم ان شاء الله. الله يحييك. وانا مبسوط يا اخي. بعدين اليوم انا زينته مشان اخذ التلفزيون، كل عمر انا ما زينته. انك خبر يا اخي. والله اليوم زين، اليوم صابغ اللحيه. صابغ اللحيه ومشخص ما شاء الله عليك. راجل شباب. طيب يعني يحكى دائما ما دمنا من تراب فكل الاوطان ديارنا. الإنسان أين يرى نفسه وأين يرى الاحتواء، ربما يعني يتأثر بالمجتمع اللي هو فيه، بيعطي وبياخذ منه. حدثنا عن تجربتك، يعني أول ما حللت على المملكة العربية السعودية، تقبل محيطك لك، وكيف بدأت يعني تشعر بانتمائك لهذه الأرض؟ هذا يا طويل عمرك أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشاهدينا الكرام. أول شيء أنا يوم يجي المملكة العربية السعودية وأنا أنزل حايل، و2 سنة يمكن اشتغلت بحايل، وبعدين أنا رحت لمدينة الجبة وأنا كفيل بالجبة هناك. وأنا يمكن 2 سنة اشتغلت داخل جبة، وبعد 2 سنة وأنا أروح العليم العتاش، هذا حق محمد الدبشي الله يرحمه. ورحت هناك بعدين قهوة وشاي، واني 24 ساعة قهوة شاي ويشتغل هناك. بعدين يجون زيوب مثلا من الرياض، من حايل، من هنا ويجون ناس، بعدين انا بيقول هلا يلا حيهم تفضلوا، ويصب لكم قهوة ودي شاي. ليش؟ هذا مدينة الجبة، هذا قبيلة الشمر الرمال، هذا مو بسيط. ليش؟ هذا يجي الراتب يصرف الزيوف اللي كرمه كثير، مو يعني شيء. لو يجي واحد زيوف مثلا من حايل من شيء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني يخسرون واحد زيوف يسوي خساره يمكن والله 10,000 15,000 ريال، كله بيت يشبون. وبعد خلي كبير رجال، خلي ولد صغير يمكن عمره يعني 5 سنة 6 سنة 7 سنة، ان يدخل واحد زيوف داخل ديرة الجبة. الولد حتى ولد يقول يلا تفضلوا يا اخي معنا، اشيل واحد فنجان تفضلوا تقاوى يا اخي. يعني احترام واجد. هذا الجبة ما شاء الله بيت الزيوف، الكرم الزيوف وناس محترمين. بس انا بيقول الله يوفسهم يا اخي. وانت اجل يا زمان صرت مثلهم، يعني تاثرت فيهم، وصرت اذا جاء ضيف تقول له اقلط حياك الله، وقهوه وشاي. تطبخ يا زمان؟ انا يا طويل عمرك والله الحين ابد مثلهم. ايه، وقهوه وشاي وطويل عمرك جمريه يا بنت حي. ومرق وجمريه، انا يزين ما حلل جمريه حق نفوذ. ان شاء الله لازم تيجون عندنا، بعدين اعمل لكم تشرف والله ان شاء الله، بعدين تشوفوا يا اخي. انت شرف والله يا زمان، انت شرف. وش اللي جاز لك؟ وش اللي اعجبك بهالحايل؟ بالحايل اول شيء اني ما في واحد حايل. انا الصراحه هنا يجي هنا مشان الرزق. ايه، هنا بتدور رزق، هنا جيت مشان الرزق. ايه. لكن انا يوم جيت حايل، يوم شفت الناس هذا العرب كله، والصراحه اول شيء انا والله لازمني يغلي. ليش؟ اول شيء هنا الحمد لله اكبر نعمه هذا هو في امن. وبعض ناس يقول صحه كويس، من كل شيء صحه. انا اقول لا، من كل شيء في اول شيء في امن بعدين صحه. والمملكه العربيه السعوديه هنا انا كثير مبسوط. اول شيء في امن كثير والحمد لله. ونبى انا والله دائما انا افكر، انا اقول كاش لو انا من عرب. هنا يبغى السكون يا اخي، هنا في امن الحمد لله. عندنا تخبر ديارات هناك من 38 سنه في خرب، ما في سكون وما في. تروح هناك اليوم هنا جنازه، اليوم هنا ومشاكل، وهنا الحمد لله. وبعدين هنا الملك هذا الحمد لله، هذا من دواب ابراهيم عليه الصلاه والسلام. هذا ملك ابد ما يجي خرب، هذا في خير كثير. هذا ملك
باب الرزق يا اخي، هذا باب ملك، هذا باب الرزق. اي نعم. وانا بيتكلم كله جناب والله مسلمين. عندنا مثل بيقول محل ما بترزق الزق، بتعرف هذا المثل؟ بترزق الزق. انت يعني اليوم لو خيرت يعني هل تعود الى بلاد، هل ترجع بلادك ولا حابب تبقى في حايل؟ شوف يا بعد حي، انا بيقول له اول شيء انا بيتكلم على جناب، على جناب اللي كافرين والله مسلمين. انا بيتكلم هذا نصيحه من طرف انا اقول لازم يحترم اي اجنبي الملك هذا. الله. ليش؟ هذا باب الرزق. الله. هناك ناس ما في معلوم والله، حتى ما في معلوم يا يسرق غنم شلون. يجي المملكه هنا والسواقين وما ادري ولا وشه، والحمد لله يشيل الرزق ومبسوط ويسلي. هذا اكبر نعمه يا اخي. اي انسان اللي يسب المملكه هذا مو انسان، هذا ابدا، هذا ما في انسان. طيب زمان، خليني بسالك عن بعض الاشياء الثانيه. تحفظ قصيد؟ تعرف تقول شعر ولا ما حفظوك؟ ما حفظت شعر واحد يا طويل عمرك، انا واحد سويته بالمملكه العربيه السعوديه هنا يوم انا شبت في عمنا الحمد لله. وبعدين انا يقول العين بصيره. العين بصيره، اليد قصيره، انا ما يبي لف يمين والله يسار اليساريه. يمكن يجي تحت الصيف نظام مملكة عربية سعودية، بيبطل صيده لمنزل طويلة، يبياكل قدام بين الصيفين تمر الحلوة السكرية. الله عز المملكات العربية السعودية، مكتوب العالم لا إله إلا محمد رسول الله الطيبية. أي إنسان لف يمين يسار خرب ملككم، يمسكوا السفر الله يشوف مطار الدولية. الله عز الحكم خادمين شريفين الملك سلمان بن عبد الله عبد العزيز الطيب الطيبيه والسلاماتكم. صح لسانك، صح لسانك، صح بدنكم، صح بدنكم يا شيخ. اذا بهذه الابتسامه الجميله، اذا مشاهدينا ومستمعينا نودعكم على امل اللقاء بكم غدا يوم السبت في حلقه جديده ومواضيع متنوعه. في امان الله.